اللي يشوف عفريت يخاف، اللي يسمع صوت في الضلمة يترعب. لأ، الكابوس الحقيقي إنك تصحى من النوم وتكتشف إن بيتك مش في المكان اللي سبته فيه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس، واقترح لنا الفيديو الجاي في الكومنتات. الشرطة في شمال كندا استقبلت واحد من أغرب البلاغات اللي ممكن تتخيلها. راجل بيقول إن بيته كله اتحرك، مش وقع، مش اتزحزح، اتنقل 17 متر لجوه الغابة. ولما الضباط وصلوا لقوا الخدوش العميقة في الأرض. البيت كان مسحوب كأن حاجة ضخمة كانت شداه من تحت. والراجل أقسم إنه سمع صوت سحل وجر حوالي الساعة 2 بالليل. بص من الشباك، ملقاش حاجة، بس الغابة واقفة ساكتة كأنها مستنية. تاني يوم بالليل البيت اتحرك تاني 9 متر، والليلة التالتة اتحرك أكتر وأكتر. البوليس ركب كاميرات، والساعة 3:17 الفجر سجلوا المستحيل. البيت ما اتسحبش وما اترفعش. البيت اختفى من على الكاميرا ل4 ثواني كاملة، وبعدها ظهر تاني في مكان مختلف. الخبراء قالوا دي مشكلة تقنية في التسجيل. بس بقى الغلط التاني، الكاميرات سجلت ظل طويل ومشوه واقف ورا البيت بثواني قبل ما يختفي. لا هو شكل بني آدم ولا حيوان، مايل لقدام كأنه بينحني يشيل حاجة من على الأرض. تاني يوم صاحب البيت اختفى، والبيت اتحرك آخر مرة ووقف على حدود الغابة بالظبط. ومن ساعتها كل يوم الساعة 3:17 الفجر باب البيت الأمامي بيزيق لوحده ويتفتح.